من اكتر الوصفات المنتشره حاليا وهي وصفه الفطائر اللي قدامكم دي، وهي باختصار عباره عن نوع مشهور من الفطائر في دوله الفادور، وبيقولوا عليه فطائر البوبوسو، وبصراحه شكله حلو قوي، عشان كده اتحمست قلت لازم نجربه ونشوف الطعم عامل ازاي. فتحمسوا معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وبالنسبه لطريقه التحضير، اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج كوبايتين من دقيق الذره، وتاني مكون هنضيف معلقه صغيره من مرقه الدجاج، وهنقلبهم مع بعض كويس. وبعد التقليب، اخر مكون هنضيف كوبايتين من الميه الدافيه، لكن هنضيفهم تدريجيا مع التقليب لحد ما تتلم معانا العجينه ناعمه. بسم الله. واول ما تتلم معانا العجينه طريه وناعمه وما تلزقش في الطبق بالشكل ده، كده العجينه بتاعتنا اصبحت جاهزه. ودلوقتي بقى بالنسبه للحشو، هنحتاج شويه من الجبنه الموتزاريلا، وهنضيف عليها شويه صغيرين من الميه او الحليب. وكل اللي هنعمله ببساطه هنقلبها بالشكل ده لمده حوالي 10 دقائق. واول ما نلاحظ ان هي بقت شبه العجينه بالشكل ده، كده الحشو اصبح جاهز. وكل اللي هنعمله دلوقتي ببساطه هندهن ايدينا زيت، وهناخد قطعه من العجينه، وبكل بساطه هنبدا نفردها بالطريقه دي. وبعد ما فردناها هنضيف الحشو، وهنكوره بالشكل ده، وبكل بساطه هنحطه في نص العجينه، وبالراحه خالص كده هنبدا نلم العجينه عليه لحد ما نقفلها. واهم حاجه بس نخلي طبقه العجينه تكون رقيقه. وبعد ما قفلنا العجينه بالراحه خالص كده وهنبدا نفردها. وهو ده كده الشكل النهائي. وبالنسبه للتسويه على نار متوسطه، هنحط طاسه، واول ما الطاسه تسخن هنقول بسم الله ونبدا ننزل. وكل اللي هنعمله ببساطه هنقلبها على الجنبين لحد ما تاخد معانا لون ذهبي محمر. وبعد ما نحمرها بالجمال ده، كده الفطائر بتاعتنا اصبحت جاهزه على الاكل. وكده بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. وبصوا كده ما شاء الله الفطائر طريه ازاي. يا ويلي على الموتزاريلا، بصوا. وتعالوا بقى دلوقتي ندوق ونشوف الطعم. بسم الله. بص، هو الطعم باختصار عباره عن وصفه فطار عاديه جدا زي اللي بنعملها، الاختلاف الوحيد بس ان احنا مستخدمين دقيق الذره، فطبعا هتلاحظ ان العجينه فيها طعم الذره. اما بقى بالنسبه للحشو فبنسبه كبيره الطعم معتمد عليه، فكل ما تستخدم حشو انت بتحبه اكيد الطعم هيظبط معاك. وبكده كنت الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.